وواقفة في المقابر زي ما اتعودت كل أول شهر من 5 سنين. أجي وأقعد أكلمها وأدعي لها بالرحمة وأطلب منها السماح، وأنا بلوم نفسي وبعنفها على كل اللي عملته. ورجعت بذكرياتي في أول يوم تعرفت عليها فيه، وده لما كنت بتلفت حواليا وأنا منبهرة بجمال الشقة اللي أول مرة أدخلها من يوم ما أبويا اشتغل بواب العمارة دي. كنت بتفرج عليها وأنا بتخسر وبمصمص شفايفي وبندب حظي، وبسأل نفسي وأنا جوايا نار بتاكل في كل قلبي، هو ليه ربنا ما خلقش الناس سواسية؟ إيه الحكمة في إن يكون في ناس عايشة في قصور وناس تانية عايشة في البدروم؟ فقت من شرودي على صوت أمي اللي ردت عليا بصوت عالي وكأنها سمعت سؤالي أو شافت عيوني الزايغة على كل ركن في الشقة، وضربتني في كتفي وقالت لي سمي اللي في قلبك يا بت وقولي ما شاء الله ربنا يبارك. رديت عليها وأنا مكشرة وقلت لها خايفة عليهم لحسن أحسدهم. ما تخافيش، اللي زي دول مش بيحوق فيهم حسد، أصل اللي عندهم كتير مش هيخلص حتى بعد العمر الطويل. ردت عليا وهي بتستغفر ربنا وقالت لي ارضي بعيشتك واشكري ربنا، ده في الشكر بركة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. واحنا حالنا أحسن من حال غيرنا، ده في ناس مش لاقية اللقمة الحاف وبتنام في الطل يا بنتي. ياما ناس معاها فلوس ولو أكلتها أكل مش بتخلص، بس نفسهم ياكلوا سندوتش فول بس ما يقدروش. ضحكت بتريقة وقلت لها ها انت مصدقة كلامك ده؟ والله ده كلام بتصبري بنفسك على الضنك اللي احنا عايشين فيه. بصي حواليكي وشوفي الناس عايشين ازاي، هي دي عيشة البني آدمين اللي بجد مش عيشتكم. ردت عليا وقالت اسمعيها مني يا بنت بطني، كلمة وحطيها حلقة في ودنك، اللي يبص لعيشة غيره بتحرم عليه عيشته. رديت عليها بغضب وقلت لها يا اختي يا ريتها تحرم وارتاح من الهم اللي انا فيه، وهي دي عيشة الواحد يبكي عليها؟ ويا ريتني سمعت كلامها، بس انا وقتها ما كنتش فاهمة قيمة كلامها اللي يساوي دهب. كان الشيطان غالبني والحقد بياكل في قلبي. سبتها ودخلت الأوضة التانية وانا بتريق على كلامها. انا حنين، عندي 23 سنة، من أسرة منعدمة زي ما انتوا شايفين، أبقى بنت البواب، وأمي بتساعد سكان العمارة في شغل البيت عشان تساعد بابا على متاعب الحياة. عندي 4 أخوات غيري وأنا أكبر واحدة فيهم. من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا نقمة على حياتي، رافضة عيشة الفقر والجوع. نفسي يبقى عندي شقة حلوة واكل والبس اللي نفسي فيه. إيش معنى يعني سهى بنت صاحب العمارة عندها كل اللي بتحلم بيه؟ وبدأت أتخيل وأحلم إن الأوضة دي أوضتي، ومديت إيدي وفتحت التلاجة واللي عناية وسعت من الخير اللي فيها، إشي فاكهة وإشي عصير وشوكولاتات وحلويات. أخدت تفاحة وأكلتها بمتعة ورحت ناحية السرير ونمت عليه، وقلت لنفسي الله قد إيه مريح وناعم وممتع. ولسه مكملة في أحلام اليقظة اللي كنت فيها، واتفاجئت بأمي وهي بتزغدني في ظهري وبتزعق وبتقولي قومي يا بت من على السرير، أما صحيح بت ما عندكيش دم، انت مش شايفاني طالع عيني في تغيير الفرش وترتيب الأوضة؟ وبدل ما تمدي ايدك وتقولي اساعدك ياما تقومي تبهدلي اللي بعمله. قمت بفزع من على السرير وانا بقول لها الله يسامحك، ما كنت سيبيني شوية احس بالراحة على السرير ده، هو انا يعني هاكل منه حتة؟ ولقيتها بعدتني بايديها ورجعت ترتبه من تاني وكأن حشرة كانت نايمة عليه، مش إنسانة من دم ولحم. قلت لها انت مستكترة عليا لحظات بسرقها من الزمن أنعم فيها زي الناس اللي عايشة؟ ده أنا أدفع نص عمري وأنام ساعة واحدة على السرير ده، هو ده بقى ريش النعام اللي بنسمع عنه ياما؟ يا بخت اللي اسمها سهى دي، عندها كل حاجة، كل حاجة تحت أمرها. ردت أمي وقالت ربنا ما بيظلمش حد، هو خلق الناس درجات عشان تكمل بعضها، إنما الأفضل بيكون بعبادته وبإيمانه وبالرضا بالقضاء. يا حنين اسمعها من أمك يا بنتي، ارضي بعيشتك تسعدي وتتهني، وكفاية تنامي مرتاحة البال، ده بكنوز الدنيا كلها. وقالت لي قومي فزي يا بت، امشي انزلي تحت يا حنين، شوفي وراكي ايه، انتي من ساعة ما دخلتي الشقة وانتي حالك مقلوب وعقلك مش في راسك، وكأن لبسك عفريت اسمه شمعنى. انزلي يا بنت بطني، ربنا يردك لصوابه. سبتها وانا بنفخ ونزلت اشوف ابويا واخواتي، بس شفت عربية فخمة قوي وقفت قدام بوابة العمارة، ونزل منها شاب زي القمر يجيله 25 سنة
ومعاه بنت من سني تقريبا، وأبوه وأمه. وأول ما أبويا لمح العربية جري عليهم وهو بيرحب بيهم جامد وبيشيل الشنط. عرفت وقتها إنهم أصحاب العمارة اللي كنت لسه في شقتهم بنجهزها عشان راجعين من ألمانيا من سنين طويلة. لفت نظري جمال سهى ورقتها. قلت ببالي يعني ربنا ما حرمكيش من أي حاجة، مال وجمال. ولقيتها قربت مني وكلمتني وهي مبتسمة وقالت لي ازيك. قلت لها الله يسلمك يا ست سهى. ضحكت وقالت ست ايه يا بنتي، ده احنا من سن بعض تقريبا، انتي اسمك ايه؟ قلت لها اسمي حنين. قالت لي الله، اسمك حلو قوي يا حنين. قلت لها شكرا، مش احلى من اسمك. ضحكت وقالت لي خدي مني دي. ولقيتها مدياني شوكولاتة وسابتني وطلعت شقتها. وانا دخلت البدروم وحاولت انام بس معرفتش، الارض كانت ناشفة قوي. بس هعمل ايه، ما باليد حيلة. وعدى كام يوم ونتيجة الثانوية العامة طلعت ونجحت وجبت مجموع عالي جدا. وبدل ما كنت بطير من السعادة كنت بتخانق مع بابا عشان نفسي اكمل تعليمي وادخل كلية اعلام زي اصحابي. بس بابا كان بيقول لي كفاية لحد كده، انتي تشتغلي وتساعديني، انا مش حمل مصاريف الجامعة بتاعتك. وقتها سمعت خبط على الباب واتفاجئت انها سهى ومعاها سامح اخوها. وقلت لها وانا مكشرة تأمريني بحاجة يا ست سهى؟ ردت وقالت لا، عايزاكي بس تيجي معايا ممكن؟ واستأذنت ابويا اللي قال لها براحتك، خديها دي خدمتك. نزلت دموعي وانا بقول له بغضب انا مش خدمت حد. سهى ردت وقالت طبعا انت كلامك صح، انا عايزه اطلب منك طلب، ممكن نبقى اصحاب؟ انت عارفه ان انا لسه جايه وما لحقتش اكون اصدقاء، وبصراحه من اول يوم شفتك وانا حبيتك جدا واتمنيت ان احنا نكون اصحاب. طريقتها واخلاقها كانت بتحرجني قدام نفسي، ولحد ما بترضي غروري خرجت معاها وركبت معاها العربيه وسالتني على مجموعي. رديت عليها بكل فخر وقلت لها 95%. قالت لي ما شاء الله، ونفسك تدخلي كلية ايه؟ قلت لها نفسي ادخل كلية اعلام. ضحكت هي وسامح وقالت تعرفي اني قدمت في كلية اعلام انا كمان، طب ايه رأيك سامح يروح يسحب ورقك ويملى الرغبات؟ قلت لها بحزن بابا رافض عشان مش هيقدر على مصاريف الجامعة. قالت لي لا، انسي الحوار ده، انت اعتبري نفسك دخلتي الجامعة خلاص. فرحت قوي وقلت لها بجد؟ قالت لي بجد. ومرت الأيام وعلاقتي بسهى بتقوى كل يوم عن اليوم اللي قبله. اكتشفت إنها طيبة قوي وأخلاق جدا، حبيتها غصب عني وهي كمان، ولا كأنها تعرفني من سنين، وطول الوقت متواجدة عندها في نفس الأوضة اللي كنت بحلم أعيش فيها. وحتى أهلها طلعوا ناس كويسين قوي، كانوا بيعاملوني زي سهى بالظبط. وباباها قال لبابا إنه هيتكفل بكل مصاريف تعليمي لحد ما خلص. وباباها نقلنا من الأوضة اللي في البدروم لشقة صغيرة فوق السطح وجاب لنا عفش جديد، وأخيرا بقى ليا شقة إلى حد ما مقبولة وأدمية. حتى سهى كانت زي ما تشتري هدوم ليها تشتري لي أنا كمان، وكنا بنذاكر سوا ونروح الكلية سوا بعربيتها، لدرجة إن الكل كان بيفكر إن إحنا إخوات. ما انكرش إن في الفترة دي كنت بدأت أتصالح مع نفسي ومع الدنيا شوية، والفضل بعد ربنا يرجع لسهى وكرم أخلاقها. دي حتى علمتني السواقة عشان أسوق العربية زيها. كان أكلنا وشربنا مع بعض وسرنا كمان، محدش فينا كان بيخبي حاجة عن التاني، لحد اليوم اللي اتغير فيه كل حاجة وحياتي مع سهى اتقلبت رأسا على عقب. هو لحد هنا، استنوني في الجزء التاني.